المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: المجلس الشعبي للإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدولي 24. ارتفاع في استخدام المرافق الصحية في جنوب البحر الأحمر. جهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة تحقق نتائج إيجابية في أغردات. إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية. بوتين يؤكد وقوف روسيا الدائم إلى جانب كوبا ويندد بعقوبات واشنطن. وكوريا الشمالية تكشف عن غادفة صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية. أهلا بكم مشاهدينا. عقد المجلس الشعبي للإقليم الأوسط يوم أمس 18 من فبراير اجتماعه الدوري 24 تحت شعار سلاحنا للمقاومة والتنمية. وصرح رئيس المجلس السيد إبراهيم سماري بضرورة تعديل البرامج في كل قطاع بما يتماشى مع مهمات هذه الدورة. وقدمت لجان التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافة والتراث والقانون والنظام في الاجتماع تقارير مفصلة عن أنشطتها منذ الدورة 23. وبعد المناقشات ذكر المشاركون الحكومة بضرورة معالجة الظواهر التي تؤثر سلبا على نظافة المدينة وإيجاد حلول لنقص خدمات النقل العام وإصلاح دورات المياه العامة المغلقة وإعادة تشغيلها. وأقر المجلس في الختام توصيات تعطي الأولوية للبرامج الرامية إلى تخفيف المشاكل الراهنة التي يعاني منها السكان وتعزيز الثلاثية لتحسين جودة التعليم ومواصلة سفلتة الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المركبات المخالفة لإرشادات هيئة النقل البري وتوفير الخام اللازمة لإصلاح مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقال المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان بشأن خطط التنمية لعام 2026 بأن الحفاظ على المياه والتربة وإعداد شتول كافية للأشجار من بين البرامج الرئيسية التي سيجري العمل عليها. عقدت وزارة الصحة يومي 17 و18 من فبراير الجاري تقييما للبرامج المنفذة في إقليم جنوب البحر الأحمر في العام المنصرم 2025. واستعرض الاجتماع الذي حضرته وزيرة الصحة أمينة نور حسين وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي تنفيذ البرامج التي كانت مخططة خلال العام الماضي ودور الإدارات والشركاء في تحقيق أهداف البرامج الصحية. وقال مدير فرع وزارة الصحة في الإقليم الدكتور علي حالو أن 87% من البرامج المخطط لها قد نفذت في عام 2025 وبلغت نسبة التغطية للتطعيم 75%، بينما بلغت نسبة تطعيم الأطفال دون السنة 100%، ونسبة الحوامل اللائي وضعنا بمساعدة الأخصائيين الطبيين 10%. ودعا المشاركون بدورهم إلى إدخال الخدمات الجراحية في مستشفيات طيعو وعدي والاهتمام بالبنية التحتية الصحية التي تحتاج إلى إصلاح وتشديد الرقابة على كريمات التجميل غير المطابقة للمواصفات التي تباع في المتاجر. وأكدت وزيرة الصحة أمينة نور حسين أنه يجري وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات الصحية مع التركيز بشكل أكبر على تدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات الحديثة. من جهته أكد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن الجهود جارية لضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية. تم تأكيد في مديرية أغردات بأن الجهود المبذولة للحفاظ على الغابات في مديرية أغردات عموما وأشجار الدم العركوكوباي خصوصا تحقق نتائج إيجابية. وقال مسؤول قسم مراقبة موارد الأشجار والحياة البرية تخلية قبر يسوس أن معدل التدمير قد انخفض نتيجة زيادة الوعي العام. وأضاف أن هناك مبادرات تنفذ بين الحين والآخر لحد من تدمير الأشجار المستوطنة بسبب الكوارث الطبيعية والبشرية ولإعادة تأهيل الأشجار التي دمرت.
احتفل الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية وقطر والولايات المتحدة بالذكرى 36 لعملية فنقل. وفي كلمة ألقاها باحتفال أقيم في لندن في 14 من فبراير الجاري، قال رئيس الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولد يوهانس أن عملية فنقل شهدت بطولة وتصميما استثنائيين من الشعب والمناضلين، وفتحت أبواب الحرية وعززت أثر الثورة التحررية في جميع أنحاء العالم. وفي الاحتفالات التي أقيمت بفرانكفورت ونورمنبرغ وفوبرتال وميونخ وفالدا وهامبورغ ومنهايم وشتوتغارت ومدن ألمانية أخرى، قال رئيس الشؤون العامة والمجتمعية بالسفارة الإريترية في ألمانيا السيد طه ميهايليه أن عملية فنقل هي فرصة لتجديد الالتزام بضمان ازدهار إريتريا. وفي كلمة ألقاها السفير علي إبراهيم في حفل نظمته الجالية الإريترية بالعاصمة القطرية الدوحة في 14 من فبراير، قال إن عملية فنقل كانت بشارة انتصار النضال، ولكي ينقل هذا التاريخ العظيم من جيل إلى جيل يجب أن يلعب الجميع دورا أكبر. وفي الوقت نفسه احتفل بذكرى عملية فنقل في ستوكهولم وغوتنبرغ وسكرابورغ وأوربرو ويافوبورغ في السويد وأوسلو وستامفانجر وكريستيان ناسند وجيسيم والمناطق المحيطة بها في النرويج وأرهوس في الدنمارك وهلسنكي في فنلندا. كما احتفل الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة وتحديدا في دنفر بولاية كولورادو ولاس فيغاس بولاية نيفادا بالذكرى 36 لعملية فنقل باحتفالات بهيجة، مجددين تعهدهم بإنجاح البرامج الوطنية. تم تأكيد خلال فعالية ثقافية وفنية أقيمت في حقات وتكريزان في 17 من فبراير الجاري أنه ينبغي توثيق القيم الوطنية عموما وثقافة البطولة والتفاني خصوصا ونقلها إلى الأجيال القادمة على النحو الأمثل. وشارك في الفعالية مدراء المديريات وأعضاء قسم الثقافة والرياضة وممثلين عن المجلس الشعبي والجبهة ومدراء الضواحي ورجال الدين والموظفين والطلاب. وأكد السيد سراج حجي المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة أن توثيق البطولات الإرثية والفظائع التي ارتكبت خلال الحكم الاستعماري والمواقع التاريخية وقصص البطولة وحفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة هو أمر آني بالغ الأهمية. وحث الفنان ساميئيل جبر أدوناي الذي أشرف على الفعاليات الثقافية جميع فئات المجتمع على المساهمة في نقل التاريخ والثقافة العريقة إلى الجيل القادم. وأفاد المشاركون بأن البرنامج المصحوب بتحضيرات فنية قد ساهم في صقل معارفهم وتوسيع آفاقهم. هذا وسيتواصل البرنامج في مديريات الإقليم الأخرى. يولي مستشفى غلوج اهتماما بالغا بالسيطرة على الأمراض غير المعدية إلى جانب الخدمات الطبية الروتينية. وأوضح الدكتور نبيل يوسف أن جميع الخدمات الطبية الأساسية متوفرة في المستشفى، مما ساهم في خفض حاجة السكان للعلاجات المتقدمة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأمراض غير المعدية وترسيخ أساليب العلاج والوقاية. وأضاف أن المستشفى يقدم متابعة دورية وعلاجا مجانيا لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرهما من الأمراض غير المعدية، مشيرا إلى أن عدد المرضى وأنواع الأمراض غير المعدية قد تتجاوز المستويات المسجلة. وأكد المرضى أن زيادة الموارد البشرية والمادية في المستشفى قد أحدثت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة. عقد اجتماع في مديرية قندح في 16 من فبراير الجاري بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين عملية التعليم والتعلم ونتائج الطلاب. وصرح مدير المدارس في مديرية قندح الأستاذ سليمان محمود بأن الاجتماع كان يهدف إلى الاطلاع على وضع التعليم والطلاب وتحديد التحديات والنواقص وإيجاد الحلول لها. ودعت السيدة آمنة صالح وكيلة فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر بعد تقديمها أفكارا للدفع بالعملية التعليمية، دعت إلى تعزيز العلاقات الثلاثية لتحقيق كفاءة وتنافسية أفضل. وبعد الاجتماع اقترح المشاركون ضرورة المتابعة الجادة لأوضاع الطلاب والتسرب من المدارس، وكذلك زواج القاصرات وتعزيز الأندية وتدريب المعلمين وإيجاد حلول للمواطنين الرحل. وقال السيد يحيى قبر سلاسي المدير التنفيذي لإدارة مديرية قندع أن جهود التواصل لتحسين نتائج الطلاب تحدث تغييرات إيجابية. وتوجد في مديرية قندع 36 مدرسة تستوعب حوالي 19,500 طالب وطالبة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية. وفي سياق آخر ووفقا لوكالة أنباء الرنا، فقد نفذت حملات توعية في 17 إدارة ضاحية بمديرية قندع خلال الفترة من 5 إلى 9 من فبراير الجاري بهدف القضاء على الممارسات الضارة عموما وختان الإناث وزواج القاصرات وقطع اللوزتين على وجه الخصوص.
مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تجري إيران وروسيا مناورات بحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وذلك بعد أيام قليلة من إجراء الحرس الثوري تدريبات عسكرية في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم المناورات حسن مقصود لو أن المنطقة الأولى للقوات البحرية الإيرانية في بندر عباس تستضيف هذه المناورات. وأوضح المسؤول الإيراني أهداف المناورات، وهي تعزيز الأمن والتفاعلات البحرية المستدامة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وتطوير التعاون البحري المشترك، وتعزيز العلاقات بين القوات البحرية للبلدين في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية. من جهة أخرى، أكد قائد المجموعة البحرية الروسية المشاركة في المناورات أليكسي سيرجيف على متانة العلاقات الودية والوثيقة بين الجانبين. وكانت إيران أعلنت عن مناورات بدأت بإشراف الحرس الثوري في مضيق هرمز الاستراتيجي. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز في موسكو على أن موسكو تقف دائما إلى جانب كوبا، مجددا دعمه للجزيرة الكاريبية. وتأتي زيارة الوزير الكوبي إلى الحليف التقليدي روسيا في وقت تعاني بلاده من أزمة وقود فاقمها الحصار الذي تفرضه واشنطن على النفط. وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمدادات الرئيسية من النفط الفنزويلي لكوبا بعدما أطاح بنيكولاس مادورو عبر عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة، وهدد بفرض عقوبات على البلدان التي تبيع النفط لهافانا. وقال بوتين لدى استقبال رودريغز في الكرملين: نقف دائما إلى جانب كوبا في سعيها لحماية استقلاليتها وحقها في اتباع مسارها الخاص. من جهته قال رودريغز للرئيس الروسي: أود أن أشكر أيضا التضامن الروسي الذي يعبر عنه الرئيس والحكومة الروسية ووزير الخارجية على نحو حازم ومستمر. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على الكشف الرسمي عن غاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية على الجنوب، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. وفي مراسم أقيمت، ألقى كيم خطابا أشاد فيه بمنظومة غاذفات الصواريخ الجديدة عيار 600 ملم المتعددة الفوهات بوصفها فريدة من نوعها في العالم، وقال أنها ملائمة لهجوم خاص أي لإنجاز مهمة استراتيجية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية مستخدمة تعبيرا شائعا للدلالة على الاستخدام النووي. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قولها أنها تثمن اعتراف كوريا الجنوبية الرسمي بإرسال طائرات مسيرة لبلادها. بدأ حلف شمال الأطلسي الناتو أكبر مناوراته العسكرية لهذا العام ستيد فاست دارت 26 على سواحل ولاية شيلفيغ هولشتاين الألمانية. وشهدت العملية إنزالا برمائيا لقوات الرد الحليف بالقرب من جزيرة فيهمارن بمشاركة 15 سفينة و2600 جندي تحت إشراف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. وتضم المناورات إجمالا حوالي 10,000 جندي و1500 آلية عسكرية من 13 بلدا تتقدمهم تركيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان بأكبر الوحدات المشاركة. وتهدف المناورات التي تجرى دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة إلى تدريب قوات بلدان جنوب أوروبا على الانتشار السريع نحو الجناح الشرقي للحلف، لضمان قدرة قوات الرد على تحريك 40,000 جندي خلال 10 أيام في حالات الطوارئ. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدوري 24. ارتفاع في استخدام المرافق الصحية في جنوب البحر الأحمر. جهود للحفاظ على الأشجار المستوطنة تحقق نتائج إيجابية في مديرية أقردات. إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية. بوتين يؤكد وقوف روسيا الدائم إلى جانب كوبا ويندد بعقوبات واشنطن.
وكوريا الشمالية تكشف عن قاذفة صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.